الفيلم كيبدا مع واحد سميتو توم وصاحبو جون، وكانوا خدامين مع الشرطه الفيدراليه، وكانت عندهم واحد المهمه باش يشدوا واحد خونا سميتو روك. مع الدخله لقاو واحد النوع تاع القرطاس غا روك اللي كيخدم به، وهزها جون معاه وداها. دخلوا للبلاصه اللي كانت فيها العصابه وقتلوهم كاملين، وبقى ليهم غا روك بوحدو وبقاو كيقلبوا عليه. كان مخبي لهم الفوق ونقز على جون وتير عليه قرطاسه جات في كتفه، وبالزربه تدخل توم وهو يدافع على جون وتيرا في روك لاحو في البحر. قال لي جون واش متاكد انت قتلتيه حيت البلاصه عامره بنادم طايح وما غاديش نعرفوا واش هو بالضبط. قال ليه توم انا متاكد بلا ساليت معاه. من بعدها جون خدا اجازه مرضيه بسبب الاصابه ديالو. صونا جون لتوم وسولو على روك واش لقاو الجثه ديالو. قال ليه توم بلا ما لقاش الجثه ديالو في البحر وباين بلا غيكون تكله من الحوت، واتفق هو وياه باش يجي جون ومرتو لعنده ويتفرجوا في شي مباراه مجموعين. وافق جون. واحد شويه تنشوفوا واحد ملتم وداخل للدار تاع توم وهاز الفردي. دخل للدار وقتل توم ومرتو وبنته وحرق الدار وهرب. وملي وصل جون تفاجئ ملي شاف السياره تاع الاسعاف والبوليس حدا الدار ديالو. ملي وصل شاف الجثه ديال توم محروقه، وملي دخل للدار لقى واحد القرطاسه مليوحه في الارض وخداها معاه وزاد. داز على هادشي 3 سنين وتنشوفوا روك هو داخل لواحد البواط، وهاد البواط كان المقر تاع عصابه ياكوزا. وملي بغا يدخل ما بغاوش الحرس يخليوه، جبد واحد الكارطه وهو يدير لهم عمر في خاويه سالهم كاملين. العصابه لداخل سمعوا الصوت تاع القرطاس جمعوا الوقفه، ومع كانوا خايفين صيفطوا واحد 2 كلاب باش يشوفوا شنو كاين تما. وملي رجع واحد الكلب منهم لقاو حزام مربوط عليه. شويه كلشي تشتت تما حيت كانت هذيك قنبوله. تما جون وصل دخل لديك البلاصه وشاف الرئيس تاع العصابه باقي حي، وسولوا على داكشي اللي طرا، لكن الرئيس ما قد يقول والو واخا عيا ما يدير معاه جون. الحاجه الوحيده اللي كيقول ليه هي باغي يموت اصلا قبل ما يرجع داك خونا تاني. تما جون شاف نفس النوع تاع القرطاس اللي خدم به روك وخداها وزاد. من بعدها اتصلت به مراتو جين وقالت ليه بلا ولدهم دانيال نهار الجمعه عنده ماتش تاع كره السله وخاصك ضروري تحضر ليه. جون قال ليها بلا هو لقى خونا اللي قتل ليه صاحبه، وانا من فاكش حتى نلقاه ونرد ليه الضربه. من بعدها مشى لواحد الاجتماع مع المحققين وعرفهم على ضابط جديد سميتو جوي، وقال لهم بلا جو غيخدم معاهم من هنا للقدام. وراهم تصاور تاع روك وقال لهم بلا كيبدل الشكل ديالو والملامح كل 6 شهور، يعني ما تديوش على هاد الوجه. وملي وراهم القرطاسه اللي لقى تم قالوا لي باش عرفتي بلا هي نفسها ديالو. قال لهم بلا القرطاسه اللي لقى مصنوعه من التيتانيوم، وهذيك اللي لقيت في البواط هي نفسها اللي لقيت فاش كنت مع توم في المهمه ديالنا قبل 3 سنين هادي. وقال لهم بلا روك كان خدام مع العصابه تاع ياكوزا، وملي سال منهم وبغى يغيرها مشاو صفاها لهم كاملين. وعرفهم بلا واحد الرئيس تاع عصابه في اليابان سميتو شيرو هو اللي كيعطي كاع التعليمات لياكوزا. وقبل 30 عام دابا قتل عائله كامله لرئيس العصابه سميتو تشانغ، وهاد تشانغ عايش في امريكا. وفي 30 عام اللي دازت بقى كيبيع فيها شيرو الممتلكات تاع تشانغ للمتاحف. تبقاو غا 2 تماثيل على شكل 2 عودان، وهو دابا في هاد الوقيته كيقلب على اللي يشريهم. وهذه هي الفرصه ديالنا باش نشدو روك حيت غيكون كيقلب على شيرو باش يقتلو. وداكشي اللي كان مشى روك لعند تشانغ وشكرو حيت قتل عصابه ياكوزا، حيت كانوا السبب في الموت تاع عائلته وسرقوا ليه الورد ديالو كامل. وطلب منه باش يرجع ليه التماثيل ديالو اللي غيبيعهم شيرو هاد الايامات. وافق روك. كان ديك الساعه شيرو في اليابان وكيتدرب مع واحد من الرجال ديالو بالسيف. واحد شويه تشتت ليه الانتباه ديالو وقطع عليه خونا حوايجو. عيا خونا ما يطلب في شيرو باش يسمح ليه، لكن شيرو ما مسامحش ليه وقطع عليه ودنو. مشى عند بنته كيرا وطلب منها باش تسافر لامريكا وتبيع دوك التماثيل اللي بقاو، لكن كيرا طلبات منه باش يامر واحد من الرجال ديالو يقضي ليه الغرض. قال ليها بلا هو ما تيق في حتى واحد حيت الخونه ولاو دايرين بيا بزاف. وفي نفس الوقت مشى جون عند واحد صاحبه سميتو بيني، واللي كان خدام في الشرطه الفيدراليه ومتخفي في صفه مدرب ديال المصارعه. وراه التصاور تاع الاطباء اللي خدم معاهم روك وكيبدلوا ليه الشكل ديالو، واللي كانوا ماتوا بطرق خايبين الا واحد اللي باقي عايش وكاين في بنما، ومع غادي يعرف عليه شي معلومات غادي يعلمو. وراه حتى العنوان تاع خونا اللي كيقاد القرطاس لروك. في ديك الوقيته الرجال تاع شيرو كانوا بداو كيجهزوا في العمليه تاع النقل ديال التماثيل، لكن البوليس تلاقاوهم ونزلوهم بالطوموبيلات. وملي لقاو راسهم وحلو رشاو البوليس باش يخليوهم يدوزوا. البوليس ملي خداو الرشوه قتلوا الرجال تاع شيرو كاملين، وهذا الشيء كله من التخطيط تاع روك. صيفط الرجال ديالو باش ياخذوا التماثيل من تم وسرقوهم. وتنرجعوا لجون اللي مشى ديريكت للبلاصه اللي قتلوا فيها الرجال تاع شيرو. ملي بدا كيحقق قال لهم بلا ما كاينش اللي غيخلي الرجال يتصافوا بهذا الشكل من غير الشرطه. نهار اللي من بعدو مشى جون لواحد المطعم واللي كان جالس فيه داك الشرطي اللي قتل ديك العصابه. مشى عنده وقال ليه انت اللي خدام مع شيرو وغدرتي الرجال ديالو البارح؟ لا. الشرطي برد فيه العرق ونكر داك الشيء اللي قال ليه. شدو جون عصاه حتى بان ليه عبد الحليم حافظ كيطيب البيض بالخليع. داه للطواليت كمل ليه داك الشيء اللي بقى وهز عليه السلاح. الشرطي ديك الساعه اعترف ليه بكل شيء وقال ليه بلا غا كان مهدد، ولا ما دارش داك الشيء اللي قالوا ليه يدير غادي يقتلوا ليه عائلته. وانا ما عارف على داك الراجل والو من غير خدام حتى هو عند تشانغ. امر جون داك اللي معاه باش يعتقلوه وخرجوا. ما حطوا رجليهم برا روك كان تيتسنى فيهم وتيرا في الشرطي جابوا هيد شوت في الارض. مشاو راه جون تبعوه بالجرا، لكن روك ما كيتشدش دغيا هرب منه. وملي رجع جون بحالو صونا ليه روك وقال لي الا بغيتي التماثيل جي للمستودع رقم 16 من هنا لساعه. دازت ساعه ومشاو للبلاصه اللي قال لي.
ملي دخلوا للمستودع تلاقاو روك تما بوحدو وما معاه حتى حد وما هاز معاه حتى شي سلاح. كان هاز معاه غير جواز ديال السفر ديالو، وملي قلبوا ليه زعما الجواز لقاه بسميت فيكتور شو. عطا جون الجواز للضابط اللي معاه وقال ليه سير تحقق منه. مشى عند روك وقال ليه شتي واخا تغير الملامح ديالك حتى تعيا، انا عارفك من عينيك، انت هو روك وانت اللي قتلتي ليا صاحبي توم. جا عنده الضابط اللي تحقق من الجواز وقال ليه بالجواز رسمي وما عندناش حق نديروا ليه حتى شي حاجه حيت ما عندناش الدليل. قال ليه جون دابا فلتي بصحتك، لكن كان واعدك غيجي اليوم اللي غنحاسبك فيه على كل شيء. وقبل ما يمشي خدا ليه التصويره ومشى. مشى روك تلاقى مع تشانغ وقال ليه تشانغ من الاحسن نبقاو في الدار هاد الايام حيت البوليس ولاو متوقين القضيه. وفي نفس النهار روك مشى وتنكر في الزيت تاع العصابه ديال ياكوزا ومشى لعندهم. قدر يستفز واحد منهم سميتو تي وبقى عليه بالمعيور تتبعوه كاملين. استدرج تي لواحد البلاصه تا ولاو فاصافاس، هو يخشي فيه السيف وقال ليه انت خائن. وصل جون البوليس لبلاصه الجريمه وقال لهم جون استعدوا للضرب. شينك ديك الساعه كان طالع عليه الدم من داكشي اللي طرا حيت تي كان كيعتبرو بحال ولدو، وقال لواحد اللي معاه بلا ضروري غيخصو ينتقم الموت ديالو، لكن ماشي دابا حيت البوليس ما مخلينا نديرو والو. كان روك كيتصنت لهم ديك الساعه وما كانش شانغ عارف بلا روك هو اللي قتلو. في ديك الوقيته البوليس كانوا في واحد المنطقه سميتها سايوتي هاوس اللي كانت هي المنطقه ديال التجمع تاع العصابه ديال ياكوزا، والبوليس بقاو حاضين واحد سميتو تاكادا وهو اللي كان مسؤول على العمليات تاع ياكوزا في امريكا. واحد شويه جاو شي طوموبيلات فيهم الرجال تاع شانغ ومسلحين، دخلوا على تاكادا والعصابه ديالو وسالاو معاهم كلهم. وملي سالاو مشى جون دخل تما واعتقل اللي باقي حي تما. المسؤول كان باقي حي وهز سلاح وتيرا في صاحب جون، بغى يتيري في جون حتى هو وخواليه السلاح. مشى جون جيتو غرز ليه سيف في يدو وهو يتيري فيه قتلو. تما روك تلاقى بكيرا وقالت ليه بلا باها باغي يقتل شانغ والعائله ديالو، ورات ليه الحارس ديالها وقالت ليه وقت ما بغيتيه غادي يعاونك. نرجعوا دابا للدار تاع جون اللي مراته ملي شافت الحرس قدام الدار ديالها خافت وقالت لجون بلا خايفه للعصابات يديروا ليه بحال كيما داروا لتوم وعائلته. بقى كيحاول يهدأ فيها شويه، صونا ليه بيني وقال ليه بلا وصل الجراح اللي كيخدم مع روك. ملي مشى لعنده قال لهم بلا هو اللي دار لي عمليه لكن قبل 3 سنين هادي من تما ما تليت شفتو. قالوا ليه صافي يلاه معانا وحنا غادي نحميوك. ديك الساعه مشى روك عند تشانغ وهو يسالي معاه ومشاو سالا مع عائلته حتى هي وخرج من الدار. ملي خرج تلاقى مع ياكوزا تتسناه تما، قال لهم راه قتلته هو والعائله ديالو. واحد من العصابه قال لي بلاتي نمشي نتاكد. جبت السيف ديالو سالا معاهم كلهم، قلت لكم قتلته صافي قتلته. ومن بعدها تنعرفوا بلا روك ما قتلش مرات شانغ وبنتها وهربها من تما. العمليه تاع التهريب اللي دار للمرا وبنتها كلهم وصلوا للشرطه. ديك الساعه شيرو تلاقى مع بنته كيرا، قالت ليه بلا روك دابا غيجيب التماثيل. ديك الساعه وصل جون وتلاقى مع شيرو وراه التصاور تاع روك وهو تيهرب في مرات شانغ. شيرو نكر وقال لي انا ما كنعرفش هذا. من بعدها روك مشى وخدا الفلوس اللي متفق عليها هو وشيرو. ملي حل الحقيبه لقى فيها التصاور وهو كيهرب مرات شانغ. قال لي شيرو عمرني غنسامحك حيت خنتيني، وامر الرجال ديالو باش ياخذوه ويديوه يعترف فين خبى مرات شانغ. وملي مشى هرس شيرو التماثيل حيت كانوا مزيفين، وهما غاديين بروك دار لهم عامره في خاويه وهو يجمعهم كاملين. وكان زارع قنبوله في ديك الحقيبه اللي فيها التماثيل وضغط على واحد الزر وهي تفرقع كامله، لكن شيرو ما طرا ليه والو حيت كان خارج منها اصلا. تما تلاقى روك وشيرو فاصافاس وبدات بيناتهم مبارزه بالسيف. تفاجأ شيرو ملي شاف روك باغي يتقلب عليه من بعد ما بقى معاه هاد السنين كامله، لكن روك قال ليه بلا اللي مات قبل 3 سنين ماشي توم، روك اللي مات. من بعد ما صيفطتيه باش يقتل مراتي وبنتي ودرت شحال من عمليه وعدلت على الصوت ديالي وخديت الشخصيه ديالو، وهذا الشيء كله باش نوصل لك وننتقم من الموت تاع مراتي وبنتي. شيرو ملي سمعو قال داك الشيء تصدم وقال ليه بلا جون اصلا هو اللي وراه الدار وصيفط روك باش يقتلهم. بدا كيربط في الاحداث وعرف بلا بصح جون هو السبب في الموت تاع مراته وبنته. شد شيرو وهو يذبحو ومشى من تما. ديك الساعه وصل واحد الصندوق لمرات تشانغ وملي حلاتو لقات فيه حصان هديه. وصل صندوق اخر لكيرا لقات فيه واحد الرساله مكتوب فيها عيش حياه جديده، وملي حلاتو لقات فيها الراس ديال باها. وتما صونا لجون وقال ليه يتلاقى معاه في البلاصه اللي قال ليه. مع تلاقى معاه بداو هو وياه شي كيعطي لشي تعياو بجوج. تما توم قال لجون شنو هي الحاجه اللي كان عاطيك شيرو باش تقتل مراتي وبنتي. وتصدم جون من اللي عرف بلا هذا اللي قدامه صاحبه توم. قال لي جون علاش ما قلتيش ليا من الاول انت عايش؟ انا ما كانش كيحسب ليا بلا غتوصل بيهم يبغيو يقتلوك. انا اللي في راسي هو بغاو يعصيوك حيت انت اللي ضربتي روك ملي كنا في ديك المهمه، وكل مره كنبغي نسالي الخدمه ديالي مع شيرو كيهددني بمراتي وبنتي. طلب منه السماحه لكن توم ما بغاش يسامح. قال ليه بلا توم مات 3 سنين هادي ودابا ولات سميتو روك. واحد من البوليس كان مقنص على توم وباغي يقتلو، لكن جون مشى وحامى عليه وجات فيه الطاقه. وقرر توم باش يمشي يهرب من تما وخدا طوموبيل جديده وانتقل من تما واختفى للابد. وهنا كيكون سال الفيلم ديالنا. لا عجبك ما تنساش دير واحد لايك. هذا هو الانستغرام ديالي، اللي عندك شي اقتراح شوفكم في الفيديو الجاي.